بعد ما ولعها رئيس الفيفا امبارح يا اخوان حتى يحقق بقضية فينيسيوس، تبين يا اخوان انه فينيسيوس كان يشتم بمين؟ بلاعب الارجنتين، وكان يقول له انت جبان وانت فقير، يعني شو فقير؟ انت مش شجاع. وكان يشتم بكثير من المسبات على اللاعب الارجنتيني من قبل ما اللاعب الارجنتيني يحط يا اخوان التيشيرت على ثمه ويلفظ الكلمات اللي قالها فينيسيوس ومبابي. والكاميرا اللي جابت هاي الأحداث يا إخوان، الكاميرا اللي بتكون جنب التماس، اللي جابت إنه فينيسيوس كان يلفظ شتائم على اللاعب الأرجنتيني، وكان يحاول استفزاز اللاعب الأرجنتيني. ولما اللاعب الأرجنتيني أخذ وضعية إنه يحط التيشيرت على ثمه يا إخوان، استغلها فينيسيوس وراح استدعى الحكم وقال له إنه هو تعرض للعنصرية. ولكن الغريب بالأمر أنه هنالك بعض اللاعبين اللي قالوا أنهم سمعوا اللاعب الأرجنتيني. لحد الآن يا أخوان ما هم قادرين يجيبوا دليل واحد على اللاعب الأرجنتيني أنه تلفظ بهذا الكلام من تحت التيشيرت. غريب من الأمر يا أخوان أنه فينيسيوس بالنسبة له الشتائم عادية، ولكن كلمة القرد والمنكي هي بالنسبة له عنصرية. غريب أمرك يا فينيسيوس، إذا أنت بتشتم الناس وبتكاش الناس تشتمك فأنت غريب وضعك يا فينيسيوس. أنا بتوقع يا إخوان بعد هاي الدلائل القضية راح تسكر وينسى ملفها.